النهارده هنعمل مراجعة قوية جدًا لموبايل قوي جدًا في الفئة الاقتصادية، موبايل بييجي بإمكانيات كويسة جدًا وإمكانيات جبارة، وفي حاجات أنا لمّا جربتها فعلًا أنا اتصدمت منها. الموبايل اللي معانا هو الإنفينكس هوت 60 برو. إزيكم يا شباب عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد وأهلًا بيكم في حلقة جديدة. النهارده معانا مراجعة جديدة لموبايل جديد في الفئة الاقتصادية وهو الإنفينكس هوت 60 برو، اللي خلاني أنا أجيب البرو اللي هو ما فيش فرق أصلًا ما بينه وما بين البلس أخوه الكبير، اللي حتى نفس المعالج يعتبر، بس الفرق هيبقى في الكاميرات بس إن هي تبقى زيادة. وبالمناسبة يعني هنا الصراحه برضو هنتكلم على حاجات بالنسبه لي صادمه اللي انا ما شفتهاش ان هي هتبقى كويسه قوي في الموبايل ده، ولكن بالفعل انا لقيتها ان هي ممتازه وشغاله حلوه قوي عكس معظم الموبايلات اللي ممكن تكون موجوده في الفئه الاقتصاديه. والنهارده احنا هنشوف كشف الخدعه او كشف السحر اللي موجود في الموبايل ده، وهل فعلا الموبايل ده افضل قيمه مقابل سعر في الفئه دي ولا ممكن نشوف حاجه غيره. معانا مراجعه شامله هنشوف فيها كل حاجه، المميزات والعيوب للموبايل الانفينكس هوت 60 برو. وطبعا اول حاجه هنتكلم عليها وهو التصميم. بس قبل ما نبدا ما تنسانيش باللايك وشير وسبسكرايب وعلى زر الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا كلها باول. ويلا بينا نبدا. اول حاجه الموبايل اللي معايا هو النسخه 256 8 جيجا رام. احنا اول حاجه طبعا هنتكلم عليها عن التصميم بتاع الموبايل تصميم سيمبل جدا، ما فيهوش اي زخرفه، ما فيهوش اي حاجه، ولكن هو الحلو في الموبايل ان انت التصميم بتاعه هتلاقي ان في اكن في حاجات برونز كده موجوده على الظهر اصلا هتلاقي ان في حاجات برونز كده موجوده. الحاجات البرونز دي مديه شكل لذيذ للموبايل، بيدي انعكاسات بسيطه لما بتيجي تحطه مثلا على اي عنصر اضاءه بتلاقي ان هو بيديك بعض الانعكاسات. ده غير كمان اللي مدي الموبايل حلاوه شويه ان الموبايل اللي معايا باللون الاسود، واللون الاسود مطعم مع اللون الاخضر على الفريم بتاع الكاميرات. وكمان الزرار بتاع الاي اي اللي هو بيبقى تحت زرار الباور، ده زرار جاي من اللون الاخضر عشان يديك الكونتراست الممتاز ما بين الموبايل، وهو كمان بيبقى عليه تكستشرز موجوده باللون الاخضر عشان لما تيجي تلمسه تعرف ان ده الزرار بتاع الاي اي. وبالمناسبه هو زرار تقدر ان انت تبرمجه لاي حاجه انت عايزها، تعمل لي خليه يفتح الكاميرا، يفتح الفلاش، يفتح اي حاجه زي ما انت ما عايزها، او ان هو يفتح لك كمان الذكاء الاصطناعي اللي هو هنا بالمناسبه اسمه فولكس زي سيري في الايفون وكده. هو هنا اسمه فولكس، يقدر ان هو يعمل لك اكتر من تاسك، يقدر ان هو كمان يترجم لك الحاجات. الكلام ده كله هنقعد نتكلم عليه في وقت الاي اي ان شاء الله. لكن انا عامه بالنسبه للتصميم حوار اللون الاخضر اللي مطعم مع اللون الاسود والكونتراست اللي ما بينهم الصراحه شكله لذيذ جدا وشكله جميل قوي. طبعا انت عندك الموبايل هنا كله من البلاستيك، حتى كمان الفريم بتاعه من البلاستيك، وما تقلقش لان البلاستيك ده هو بلاستيك مفيش حاجه مجوفه، فاهم؟ هو بلاستيك كويس مفيش حاجه مجوفه، وده لازم يكون موجود فيه الحاجه ان هو يكون صلب قوي كده، لان الموبايل ده هو مقاوم للصدمات والخبطات لارتفاع متر ونص عن الارض. فالموبايل ده لو وقع من فوق متر ونص عن الارض مش هيحصل له اي حاجه. طبعا انا مش هعمل التجارب دي، لكن هو في فيديوهات موجوده على اليوتيوب وهم بيوقعوه بيدشملوه وما حصلوش حاجه، بس انا مش هعمل كده الصراحه. معلش انا اسف، انا خايف على الموبايل. ولكن طبعا انا ما انصحش ان انت تعمل اي حاجه على الموبايل كده حتى لو هو، لكن دي شهاده كويسه ان هو يطمنك ان الموبايل لو وقع منك غصب عنك في مره ولا من مرتين مش هيحصل له حاجه، ودي حاجه كويسه جدا. ده غير كمان ان الموبايل بيجي له الجراب بتاعه في العلبه، الجراب بتاعه مش سيليكون للاسف، لان الجراب كمان اللي موجود هنا هو يعتبر ازاز. يعني الموبايل لو وقع منك انت مش هتخاف على الموبايل، هتخاف على الجراب لانه اتكسر. الجراب ممكن يتكسر منك، هو شفاف عشان يبين الشكل بتاع الموبايل، ولكن مش عارف انا الجراب عادي بالنسبه لي. اول مره يكون بالنسبه لي الجراب بتاع الموبايل ببقى عايز اغيره على طول واروح اجيب له جراب تاني علشان هو مش عاجبني قوي. الجراب فيه تمويجات كده مش عجباني، حاسسها ان هي قديمه قوي شويه، ولكن الجراب كويس. وخد بالك الجراب لو انت هتحطه ما تشيلوش، لان الجراب حرفيا بيلزق في الموبايل اكنه حاجه واحده، وانت بتطلعه هيبقى بصعوبه. فلو انت هتطلعه ممكن تلاقي ان الاطار ممكن عشان هو بلاستيك ممكن يتخدش منك، فلازم تاخد بالك كويس وانت بتطلع الجراب من الموبايل اللي انت ما تخدشوش. الموبايل كمان من الكمالات بتاعته ان هو بيدعم ال NFC والاي ار سنسور، وكمان الموبايل بيدعم مدخل سماعه 3.5 مللي. ولو بصيت تاني برضو على الجنب هتلاقي السماعات اللي موجوده هنا بالمناسبه اللي هي سماعات ستيريو. وبالنسبه لبروز الكاميرات اللي هنا فهو اقل بروز كاميرات ممكن اصلا انت تبقى واخد بالك منه في اي حته. البروز بتاع الكاميرات اللي هنا انت الموبايل لو انت حاطه على سطح مستوي مش هتلاقيه بيتدحرج منك جامد، تلاقي حاجه بسيطه قوي اللي بيتدحرج فيها، لان الحواف فعلا هنا هي يعني صغيره جدا صغيره جدا جدا جدا، ودي حاجه كويسه قوي. زراير الموبايل زراير متينه، سواء زراير الفوليوم ولا زراير الباور، ولكن هو زرار الاي اي يعني بيتدحرج شويه كده يمين وشمال، يعني مش ماسك نفسه زي الباور ومش ماسك نفسه زي الفوليوم، الاثنين دول ماسكين نفسهم، لكن زرار الاي اي ذات نفسه بيتدحرج كده يعني مش ماسك في نفسه قوي، فدي حاجه غريبه شويه. تعالى بقى نسيبنا من التصميم وتعالى نتكلم بقى عن الشاشه بتاعت الموبايل. شاشه الموبايل دي افضل حاجه فيه بالنسبه لي، شاشه كويسه جدا، شاشه ممتازه 76% بوصه 1.5K بكثافه بكسلات 444 بكسل لكل بوصه تقريبا، رقم ممتاز جدا وخطير جدا. 1.5K مع كمان نسبه سطوع البيك بتاعه بيوصل ل 1600 نتس، وهنتكلم على الحوار 144 هرتز ده قدام شويه. الموبايل بيقدم قيمه ممتازه جدا في حوار الشاشه، وحتى كمان لو انت بالنسبه لك حوار الاموليد ده ممكن تفاديه او تعديه، ولكن هنا كمان حواف الموبايل دي اصغر حواف موجوده في الفئه الاقتصاديه حرفيا. حواف الموبايل دي صغيره جدا جدا جدا، حتى الدهن بتاعته جدا جدا حرفيا. بص الدهن بتاعته هنا
هنا دقن صغيره قوي، الدقن بتاعته صغيره جدا، ودي عكس الموبايلات بتاعت الاي 17 والاي 07 الاثنين اللي هو اصلا برضه فيهم حواف كبيره. فالموبايل ده حرفيا حوافه صغيره، نسبه الاستحواذ على الواجهه الاماميه من الشاشه ممتازه جدا، فدي حاجه مبهره. وكمان التوليفه بتاعت 440 بكسل مع ال 1.5K عاملين توليفه حلوه قوي تخليك ان انت تقعد تمسك الموبايل تقعد تبص كده على الشاشه لوحدك، حتى لو انت مش هتعمل حاجه في الموبايل تقعد تفتح كده الشاشه تقعد تبص عليها وشكرا على كده، بسبب ان هي فعلا الجوده بتاعتها كواليتي حلوه جدا جدا بصراحه. وفكره ال 144 هرتز هي للاسف مش شغاله غير على 4 ابلكيشنز بس، والاربعه ابلكيشن دول اللي هم الابلكيشن الديفولت بتاعت الموبايل اللي هو الاعدادات واللي انت بتتصل بيها عن الناس اللي هو الهاتف، ومش عارف ابلكيشنز تانيين برضو 2 هم اللي بيشتغل فيهم 144 هرتز، ولكن الباقي حرفيا بيشتغل 120 او 90 كمان بس. يعني غير كده ال 144 هرتز ده كلمه بيقولوها كده خلاص كترويج للموبايل، لكن هي مش 44 هرتز فعليا، هو بس 4 برامج وانت مش هتستخدم منهم غير برنامجين، وفي الاخر برضو مش هتستخدم فيهم من 144 هرتز. فدي كانت نقطه انت لازم تبقى فاهمها ان هي شكل دعائي فقط، الموبايل اخره يعتبر 120 و90 هرتز كمان. وكمان لما انت تيجي تعمله على الوضع اللي هو المفروض اللي هو يعلي لك الهرتز اللي هو الوضع القياسي او الوضع العالي الفائق، هتلاقي ان هو اصلا عامل لك كل البرامج على 90 هرتز كمان مش 120. ولكن عامه الشاشه انا بالنسبه لي الشاشه ممتازه ما فيهاش اي عيوب، كونتراست، ساتوريشن، الالوان، تدرج الالوان، اي حاجه انت عايز تعملها حرفيا هتلاقيها هنا شغاله ممتازه جدا. الشاشه ما فيهاش ولا غلطه ولا حتى الحواف بتاعتها ولا حتى كمان جوده الصوره، كل حاجه فيها ممتازه ما فيهاش عيوب. وتعالى برضه نتكلم عن بطاريه الموبايل. بطاريه الموبايل هي 5150 ملي امبير، بيجي لك بسرعه شحن 45 واط، اللي بالمناسبه طبعا العلبه بيجي لك كامله متكامله فيها كل حاجه، بيجي لك فيها جراب، بيجي لك فيها سلك الشاحن والشاحن 45 واط، وبيجي لك كمان سكرينه مع الجراب طبعا، ومعاك كمان سماعه لان الموبايل هنا بيدعم مدخل سماعه 3.5 مللي، فانت عندك كل حاجه يعتبر موجوده في العلبه، ودي من الحاجات الكويسه جدا. الموبايل هنا البطاريه بتاعته لو انت هتشغل الشاشه على 144 هرتز زي ما هم بيقولوا كده الموبايل مش هيقعد معاك اليوم، لكن لو انت هتخليها على 60 فالموبايل هيقدر يقعد معاك اليوم ويعيش بشكل كويس قوي، لان الموبايل كمان جاي بمعالج الهيليو جي 200 مع 6 نانومتر، فهو موفر للبطاريه بشكل جيد. وبالنسبه للبطاريه والشحن عامه الموبايل حرفيا هو مش هيقعد معاك ساعه ونص وهتلاقيه شحن 100% عادي جدا. الموبايل حرفيا انا ما باخدش فيه وقت تباتاتا، انا ممكن مثلا اروح اعمل كوبايه شاي ومثلا اتفرج على حاجه مثلا كده اعمل سكرول لحبه بسيطه الاقيه مثلا وصل ل 80، لو هو كان على 30 الاقيه مثلا وهو على 20 وصل 60، فاهم الفكره؟ فهو بيوصل معايا للطريقه دي، ما وصلش معايا ل 0% للاسف قبل كده، اقل حاجه وصلها تقريبا 23%، اقل من نص ساعه لقيته وصل 60%، وطبعا ده رقم كويس قوي. ده غير كمان ان انت عندك ميزه عندك اللي انت لما تيجي تشحنه بالشاحن بتاعه تلاقي ان هو بيديك تجربه، يا اما يخليها اللي هي ان هو يشحنها بطريقه بسيطه ما يكونش سوبر تشارج، او يشحنها بالطريقه الذكيه اللي هي تكون سريعه بس مش قوي، وفي بقى اللي هو الشحن الفائق اللي هو يخليها لك سريعه جدا، هو يشحن لك الموضوع بسرعه، وفعلا انت بتلاقيه ان هو سريع جدا، بتلاقيه مثلا انت ممكن تقعد دقيقه تلاقيه ان هو في الدقيقه دي راح شحن مثلا شحنتين، حط لك 2% ولا 1% مثلا 1.5 وهكذا. الصراحه هي حلوه وفعلا هو الشحن بتاعه سريع ومش هياخد منه وقت في الشحن. وبالنسبه للمعالج الهيليو جي 200 اللي احنا اتكلمنا عنه 6 نانومتر، فهو معالج زي ما انا ما اتكلمت قبل كده، هو ده يعتبر اقوى معالج في الورق، هو اقوى معالج حرفيا، ولكن انا بالنسبه لي انا مش شايف ان في فرق ما بينه هو الهيليو جي 100 والهيليو جي 99، ولكن الموبايل سلس، الموبايل في الاستخدام الشخصي سلس جدا، في الالعاب بيديك 60 فريم، هم ممكن يكونوا 60 55 50، ممكن يقع في الرينج ده في ساعه اللعب وانت كده والدروب، ولكن عامه اللاج ما بيحصلش، يعني هو في الفريمات ساعات بيحصل، ولكن اللاج حرفيا مش موجود، دي حاجه غريبه قوي موجوده، ولكن ممكن يكون الاي اي هو اللي بيعمل ده، هو اللي بيحاول يظبط الموضوع ده. هنا مفيش لاج، مفيش اي لاج في اي لعبه انا لعبتها حصل فيها لاج، او حتى مثلا ان انا لقيت نفسي علقت فخسرت او وقعت او مت، لا مفيش الكلام ده خالص، ودي حاجه كويسه جدا موجوده في الموبايل ان هو فيه استقرار. الحاجه الثانيه ان الموبايل هنا عندك كمان في الجيم بوست تقدر اللي انت عندك بعض المميزات، تقفل المكالمات، تقفل مثلا تثبت السطوع بتاع الشاشه على حاجه معينه او على ليفل معين علشان ما يقعدش يوطي، ممكن تقفل الاشعارات والحاجات دي كلها وانت بتلعب عشان يديك الاستقرار. الموبايل عامه برده ما قدرتش ان انا استخدمه او ان انا اجربه في الاوقات الحر قوي، لان الموبايل يعني احنا خلاص دخلنا على الشتاء فما فيش اوقات حر، ولكن الموبايل بيسخن، الموبايل ممكن يسخن منك لو انت مثلا على قدام الشمس او حاجه، فممكن يسخن بشكل كبير، ولكن هو كعامه في الجو الطبيعي السخونيه عاديه. وبالنسبه للمعالج فانا حابب بقى ان انا اجي اتكلم عن السوفت وير بتاع الموبايل، سوفت وير سلس جدا، في بعض الاضافات المميزه جدا والجميله، وبرده انت عندك هنا الاي اي اللي هو اصلا حرفيا الموبايل هو فيه اي اي وبعد كده اتعمل عليه موبايل، يعني الموبايل ده معتمد بشكل كامل ومتكامل على الاي اي، والصراحه انت عندك كل مميزات الاي اي هنا، عندك في التصوير عندك حوار ازاله الخلفيات من الصور، وعندك كمان تسجيل المكالمات بدون علم الاخر من اللي انت بتسجل، عندك كمان اللي هو يلخص لك المكالمه، وعندك كمان ان هو يترجم لك المكالمه لو انت بتتكلم مع واحد مثلا بره او خارج مصر مثلا وانت مش عارف اللغه بتاعته يقدر يترجمها لك،
وعندك حاجات تانية كتير جدا موجوده كمان هنا في الموبايل في الميزه بتاعته، فدي الصراحه ميزه حلوه جدا ان انت تلاقيها في موبايل في الفئه الاقتصاديه. ولكن الحاجه بقى اللي ابهرتني فعلا في الموبايل، لان كل الكلام ده احنا اتكلمنا عنه في المراجعه اللي فاتت، ولكن اللي ابهرني حرفيا في الموبايل ده هو كاميرات الموبايل. كاميرا الموبايل زي ما احنا عارفين ان هم المفروض 3 كاميرات، ولكن هي في الاخر هي كاميرا واحده. ادي الكاميرا الاساسيه، هي دي الكاميرا الاساسيه، ودي منظر عامه ما فيش كاميرا هنا اصلا، ودي كاميرا اي بتساعد. ولكن اللي بيحصل بقى في حوار الكاميرات ومعالجه الكاميرات ان هو الكاميرا 50 ميجا بكسل بتصور عادي جدا، بس وهو بيصور في حركه بقى بتحصل، هي دي التركه وهو ده السحر. لما بتيجي بتصور بيجي يقول لك انتظر شويه او اللي انت تثبت الموبايل علشان هو بيلقط اكتر من صوره بعد الصوره اللي انت خدتها، فبالتالي بيجمعهم الصوره دي كلها مع بعض، ومع اي بيقدر يطلع لك صور ممتازه والاضاءه بتاعتها بتبقى عالميه جدا. الموبايل ده فعلا يا جماعه الصور اللي انا بوريها لك دي انا خدتها في ظروف اضاءه حرفيا هي ضعيفه، ممكن تكون ضعيفه جدا، لان انا كنت مثلا داخل كافيه او في صور تانية انا كنت مثلا فيها اوت دور، فحرفيا انا طلعت منها صور ممتازه جدا وصور حلوه قوي. يعني انا كنت عارف ان هو مش هيقدر يطلع الجوده دي خالص في التصوير، كنت متاكد من ده، ولكن اي بيقدر يعمل عمل كبير جدا في التصوير والمعالجه. وحته الهيليو جي 200 اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في حوار ان هو يقدر ان هو يظبط لك المعالجه احسن شويه من الهيليو جي 99 والهيليو جي 100، والهيليو جي 100 برضه نفس الكلام يقدر يعمل معالجه احسن من الهيليو جي 99. فهنا بقى هي مظبوطه مع اي بشكل ممتاز قوي، شغاله بشكل كويس. الكاميرا دي اللي ابهرني ان هنا كمان البورتريه عالمي، البورتريه يعتبر ما بيغلطش، البورتريه مظبوط، الغلطات بتبقى بسيطه قوي وما بتبقاش وارده بشكل كبير، يعني مش بنسبه 100% كل صوره هتعملها تلاقي فيه غلطه، لا بنسبه ممكن نقول 40% ممكن تلاقي ان الصوره دي فيها مشكله، والمشكله تبقى بسيطه جدا حرفيا ممكن تتظبط في ايديت. فاللي انا ابهرني ان انت عندك كاميرا واحده قادره تعمل بورتريه ممتاز، وبرده بيعمل بنفس الطريقه ان هو بياخد حبه، يعني بيقعد مثلا 3 ثواني كده يقول لك ثبت الموبايل بعد الصوره، وبعد ده بيعمل لك بقى التوليفه الكومبو اللي انت شايفه الممتاز ده. انا مستغرب الصراحه، انا مستغرب ان الموبايل ده فعلا بالسعر بتاعه في الفئه الاقتصاديه بيجي لك بالامكانيات الكاميرا الجباره دي. الصراحه كاميرا جميله جدا جدا جدا، وان في الاخر ان الكاميرا دي هي واحده بس اللي بتعمل ده كله، فده طبعا برده مبهر بالنسبه لي. شابوه الصراحه انفينكس على الحركه الجميله دي. عندي بس عتاب شويه اللي انتوا كنت يا ريت تكملوا الموضوع في الكاميرا السيلفي. الكاميرا السيلفي برده فيها كل الحاجات دي وشغاله بالاي ولكن الاي هو مش عارف يعمل حاجه بسبب ان الكاميرا يعتبر ضعيفه شويه. الكاميرا السكين تون بتاعها مش افضل حاجه بالنسبه لي، كان ممكن يكون في افضل من كده شويه، ولكن هي بتقضي الغرض وبتطلع لك صور ممتازه عامه. صورها ممتازه، بس انا بالنسبه لي حوار السكين تون بيحسسني ان انا زومبي، انا كنت عايز حاجه تكون فيها الروح شويه. والموبايل كسوفت وير زي ما انا ما قلت لك هو يعتبر كله معتمد على اي في حاجات كتير جدا موجوده فيه. بصمه الموبايل هنا بقى اللي المفروض احنا كنا نتكلم عليها في الشاشه بس نسينا. بصمه الموبايل هنا عكس بقى بقيه الموبايلات اللي بتيجي في شاشه امول، بتلاقي ان زرار الباور فيه زرار البصمه، لا هنا زرار البصمه موجود في الشاشه من جوه وهو سريع. ولكن هي الفكره كلها ان الانيميشن، هو في انيميشن تقدر ان انت تغيره من الاعدادات، ودي برده حاجه حلوه ان انت تقدر تغير الانيميشن اللي بيحصل اول ما تيجي تحط صباعك على البصمه علشان يفتح الموبايل. بيحصل كده في انيميشن عباره عن كوره او دايره كده بتقعد تعمل حركات وريفليكشن مختلفه اول ما تيجي تدوس على البصمه، ودي تقدر تغيرها من الاعدادات. وبسبب ان هم بيخلوها تستنى لغايه ما يخلص ريفليكشن، هو ده اللي بيخلي ان البصمه بطيئه، لكن ده مش معناته ان البصمه بطيئه، فاهم قصدي؟ يعني هو بيستنوا لغايه ما الريفليكشن ده يظهر وبعد كده يفتحوا لك الشاشه، فهي مش معناته ان هي بطيئه ومش سريعه في نفس الوقت، هي ما بين البنين، هي ممكن مثلا ياخد ايه نص ثانيه فاهم الرينج ده. المشكله ان لو انت بتحب البصمات السريعه في الموبايل ده مش هيبقى معاك في حوار البصمات السريعه، لانك انت ما ينفعش انت تاخدها خطف كده، فاهم؟ الخطف ده مش هينفع، لازم تقعد سنه يفتح على طول معاك، فهمت كده؟ يعني كده مثلا بص اهو كده مش هيفتح معاك، لازم ايه الحركه دي. شفت الانيميشن اللي حصل ده؟ لازم الانيميشن ده يخلص وبعد كده يفتح الموبايل. ولكن انا بالنسبه لي النص ثانيه دي مش فارقه معايا قوي، يعني انا مش. وسماعات الموبايل هنا الصراحه ممتازه، سماعات الاستيريو اللي موجوده هنا كويسه جدا وبتشتغل كويس جدا. تعال نشوف سماعه الموبايل هتبقى عامله ازاي. صوت الموبايل في حاجه غريبه شويه، ان الموبايل هو ستيريو، الصوت بتاع السماعه اللي من فوق هو اقل من اللي تحت ب3 درجات يعتبر. ولكن الغريب قوي هنا ان المفروض ده يعتبر عيب، بس هو بطريقه ما عامل كومبو حلو قوي. الصوت من تحت بيزي اكتر، الصوت من فوق تريبل اكتر. الصوت من فوق نقي بيجيب لك تريبل اللي اسمها ايه دي الادوات الموسيقيه اللي بتلعب ورا سماعه احسن. هنا في سماعات المكالمات هنا بيبقى الصوت مجسم قوي، فلما تيجي تمسك الموبايل او تحطه مثلا على سطح مستوي وتسمع من بعيد بتحس ان في تجسيم
منه وتحس ان الصوت مجسم حواليك 3 دي كده، حلو قوي، بيسمع اكن فعلا الصوت حلو قوي. فده توليفه غريبه من نوعها، انا مش فاهمها ازاي هي عجباني واللي انا شايفها ممتازه، بس هي المفروض ان هو ده يكون عيب شويه، ان السماعه اللي فوق اوطى شويه من اللي تحت، فدي لازم انت تبقى واخد بالك منها. ولكن الصوت الموبايل صوته حلو بالنسبه لي وممتاز. في اعلى منه اكيد، في اعلى منه، ولكن الصوت بتاعه مرضي جدا، يقدر ان انت تسمعه حتى لو انت في الزحمه. وبالنسبه كمان لخاصيه الان اف سي، هي خاصيه الان اف سي حلوه، ولكن انا جربت ان انا اعمل الان اف سي ده من الجراب ما كانش راضي. وزي ما انا قلت لك الجراب بامانه هو معاناه حرفيا ان انت تشيله، فكانت بالنسبه لي ماساه. الان اف سي شغاله بشكل كويس قوي، تقدر تعمل بيه كارت الكهرباء، اي كارت مثلا فيزا او ميزه عندك فيه واي فاي، يقدر برضه ان انت تعمل اي حاجه من عن طريق الان اف سي من هنا، شغاله بامتياز بشكل كويس جدا. الموبايل اصلا هيجي لك في الفيزا، يعني الانيميشن اللي هيجي لك في الاعدادات هيجي لك يقول لك ان انت تحط اصلا الكارت كده جنب الكاميرا، لا انت تحطه كده عادي هتلاقيه قرا. وممكن مش لازم ان انت تلزقه برضه، دي حاجه حلوه قوي ان هو بيستشعر الان اف سي من على بعد، يعني انت مش لازم ان انت تلزقه في الموبايل قوي، لا انت ممكن تعمله كده عادي من بعيد كده شويه يقدر يقراه على طول، ودي برضه حركه حلوه قوي. وبالمناسبه ده الفيديو بتاع الكاميرا السيلفي، انا دلوقتي حاليا الحركه اللقطه اللي انت شايفينها دي انا بتصور بالموبايل ذات نفسه من الكاميرا السيلفي بتاعته، فقول لي ايه رايك فيها. وكمان انا هعتمد ان انا ما اعملكش فيها اي افكت او اي الوان عشان تشوف الطبيعه بتاعه التصوير عامله ازاي. خلاصه الموبايل بالنسبه لي، الموبايل ده كاستخدام يومي هيبقى ممتاز جدا بالنسبه لك، لو انت بتستخدمه للالعاب فهيبقى ممتاز جدا برضه بالنسبه لك، لان هو بيديك 60 فريم مستقرين. الموبايل حتى كمان في الكاميرات تقدر تعتمد عليه بشكل كبير، انا جربته في ظروف اضاءه مختلفه كتير، والصراحه هو بيديني الوان كويسه. وهو على فكره عشان تبقى فاهم تبقى لازم تاخد بالك من النقطه ان هو بيعتمد كمان ان هو لو في اي تفاصيل ناقصه في الصوره هو بيعتمد ان هو بيعالجها عن طريق تكرار التصوير اللي انا قلت لك عليه في الاول، اللي هو بياخد اكتر من صوره فبيعالجها، فالاي اي هو اللي بيخش بقى ايه يعمل عمليه البروسيسنج دي، طبعا مع المعالج طبعا اللي قادر يعمل ده. الموبايل كمان فيه ميزه حلوه جدا ان هو بيقدر يصور 2K 30 فريم، وكمان الموبايل فيه تثبيت بصري. انا الصراحه مش عارف التثبيت البصري ده هل هو فعلا هاردوير ولا سوفت وير، ولكن هو ممتاز. التصوير هنا عالمي جدا في حوار التثبيت البصري، وانت ماشي هتلاقي ان في تثبيت بصري حلو قوي. اي نعم هو بيعمل حته كروب كده بسيطه للفيديو، ولكن التصوير هنا بيبقى عالمي. الحاجه الثانيه اللي انت لازم تفهمها ان المشكله بقى هنا في الموبايل ان هو بيخليك بقى انت تصور 1080 30 فريم مش 60 فريم حتى، فما ينفعش انت تصور 2K وتعمله تثبيت بصري، ما ينفعش. هو لازم ان انت لو تعمله تثبيت تنقل للجوده 30 فريم للاسف. من الحاجات برضو الثانيه العيوب اللي في الموبايل، انا كده بالنسبه لي شفت كل المميزات واتكلمتك على كل حاجه، اي ار سنسور، ان اف سي، مدخل سماعات ستيريو ممتازه جدا، طبعا زي ما انا قلت لك الكومبو الغريب بتاع السماعات ده، ولكن هي السماعه هنا ممتازه وحلوه. انا بالنسبه لي ما حصليش اي مشكله في السوفت وير، ممكن تلاقي بعض اللاج البسيط قوي قوي قوي، وبعد ما انت تيجي تفتح البصمه تيجي مثلا تنزل الاشعارات تلاقي ان في حته لاج كده، ايه اللي هو ايه بيفوق، عارف انت لما تيجي تفتحه فجاه وتقول له نزل الاشعارات بسرعه بيفوق، فممكن يبقى فيها لاج بسيط، ولكن غير كده الموبايل كويس جدا. طبعا 8 جيجا رام تقدر ان انت كمان تزودها ب 8 جيجا رام بالذاكره الداخليه من تحت، اللي هي بالمناسبه اصلا بتجي لك كمان بذاكره داخليه يو اف اس 2.2، فالموبايل كمان المساحه بتاعته كويسه. من عيوب الموبايل بقى اللي انا عايز اكلمك عليه ان الموبايل عندك هنا الموبايل فلات تماما، الموبايل فلات لدرجه حاده، يعني انت فاهم الفكره، الموبايل هو فلات لدرجه ان الحواف بتاعته حاده شويه. انت لو فضلت ماسك الموبايل مثلا ومسكته جامد في ايدك مثلا دقيقه وشلته من ايدك هتلاقيه علم هنا لو انت مسكته جامد او باحكام، فدي مشكله ان الموبايل فعلا حاد جدا. ده غير كمان ان الموبايل لما تيجي تمسك الملمس بتاعه الظهر اللي انا قلت لك عليه وجيت مثلا على الطرف بتاع الاطار بتاع الفريم بتاعه هتحس كده مثلا ان الظهر مثلا لازق في الفريم، في حاجه غلط، ودي حاجه انا مش فاهمها الصراحه، اللي هو ليه اصلا الظهر عامل كده؟ الظهر تحسه ان هو طبقه والفريم طبقه فوقيه، وفي فرق تحس كده ان في جاب ما بينهم كده غريبه. وكمان ده موجوده كمان في الاطراف بتاعه الكاميرا، يعني اطراف الكاميرا برضو تحس ان هي حاده شويه، فهو هنا فلات تماما. لو انت تمسكه من غير جراب فالموبايل مش هيبقى مريح جدا بالنسبه لك، ودي برضو من النقط اللي الصراحه انا شايفها عيب وحش الصراحه، الموبايل فلات لدرجه اوفر قوي. الحاجه الثانيه برضو ان الموبايل هو رفيع، هو الموبايل يعتبر هو 6.6 مللي، فالموبايل اصلا رفيع جدا، فلو انت متعود ان انت تحط الموبايلات بتاعتك في جيبك فالموبايل ده لو قعدت عليه مره الموبايل ده هيتقطم في ايدك، فلازم تاخد بالك بقى اللي انت تركز معاه وانت بتمسكه، او انت مثلا لو وقع منك او حاجه، لان الموبايل من البلاستيك وكمان هو خفيف جدا وضد الصدمات بشكل كبير، لكن ده مش معناته ان انت لو مثلا تنيته هيتني منك بسهوله لانه هو رفيع جدا، فلازم تاخد بالك من النقطه دي. الحاجه الثانيه برضه في الموبايل ان ده يعتبر العيب الرسمي بقى بالنسبه لي في الموبايل، لان هو بيعمل حركات غريبه، وهو هنا ان انت ما عندكش مايك عزل للضوضاء. الموبايل هنا بيقدر يعمل عزل للضوضاء من خلال الاي اي بيعمل ايه؟ الاي اي لما تيجي بتصور او لما تيجي تعمل فيديو مثلا، لانه برضه بيشتغل على الفيديوهات، او بتيجي تتكلم هتلاقيه فجاه ان هو ايه ظهر لك اول ثانيتين صوت الدوش حلو، وبعد كده بيعملها لك صوت ميوت حرفيا، وصوتك بس اللي بيظهر وبيبقاش صوت حرفيا، تحس ان انت كأن في هاردوير فاهم في الموبايل. فجاه تلاقي ان في جامب سكير، فجاه صوت الدوشه كله ظهر كده فجاه والدنيا
الدنيا كلها بقت دمار، يجيب لك ايه قطع كلف فجأة كده مش فاهم، وبعد كده يعمل لك بقى صوت الميوت تاني. فهو ما بيظبطهاش كويس. يعني انت ممكن تلاقيه مثلا ايه اول 5 ثواني في المكالمه الدنيا بيس، تاني ثانيه سادس ثانيه وسابع ثانيه الدنيا عليت قوي، وبعد كده الدنيا تضلم تاني وتقلق. فالفكره هنا ان السوفت وير مش قادر ان هو يظبطها قوي او يحكيها مظبوط، ولكن هو موجود. ان انت عندك هنا العزل الضوضاء ساعات موجود، وساعات الصراحه بيقرفني، ببقى ساعات مش عايز اصور فيديو وعايز الصوت فيه يظهر، الاقيه فجاه كتمه. انا في فيديوهين كنت عايز اصورهم فجاه كتم المكالمه، كتم الصوت حرفيا، ما اعرفش ليه. فما اعرفش ممكن يكون من الاعدادات، ممكن ان انا اروح اشيله، بس مش عارف الصراحه. انا فجاه كنت متعود ان انا مثلا هظهر لكم الفيديو الاقيه فجاه قفل، مفيش صوت النهارده، يلا خش نام كده. بس طبعا كمجمل التصوير انا بالنسبه لي التصوير ممتاز جدا والتصوير حلو. الموبايل كمان بيدعم التسارع والتقارب، وفي كمان الجيروسكوب للناس اللي بتحب تلعب ببجي موبايل بالجيروسكوب، فبرضه هنا موجود هاردوير. الموبايل الصراحه ممتاز جدا بالنسبه لي، انا ما عنديش فيه اي مشكله. الموبايل ده اقدر اقول لك عليه ان هو تجربه مميزه وممتازه جدا، ان انت تقدر تروح تجيبه. الموبايل بيقدم لك شاشه عملاقه، شاشه ممتازه، مش اللي هي العملاقه زي الريدمي 15. الريدمي 15 بسم الله ما شاء الله داخل في السبعه، لكن احنا بنتكلم 6.7 من 100 بوصه. موبايل ممتاز جدا. الشاشه بتاعته احلى حاجه فيه هو والكاميرات اللي الصراحه ابهرتني بشكل كبير جدا. وكمان انت عندك ميزه تانية برضو موجوده في الكاميرات حلوه قوي، اللي انت عندك اللي انت تقدر تصور الدبل فيو، او اللي هو اسمها الصوره المزدوجه. انت تقدر تصور سيلفي، الحمد لله كده الحمد لله، انت تقدر تصور سيلفي وكمان الكاميرا الخلفيه في نفس الوقت، ودي حركه جميله جدا 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 طبعا، وموجوده في الموبايلات الفئه المتوسطه والفلاجشيب، ولكن ما كانتش موجوده في الفئه الاقتصاديه، وان هي تكون موجوده ميزه طبعا دي حاجه حلوه. فانت عندك ميزه كتير الصراحه، ولغايه دلوقتي في ميزه تانية انا بكتشفها، بس دي الميزه المهمه اللي انا كنت حابب ان انا اقولها لك. فالصراحه الموبايل مليان مميزات كتير، حتى كمان لو انت خايف من ان يكون في يعني، وغير كمان ان الموارد الموبايل من جوه ممتازه. في ناس عملت عليها فيديوهات وورت الناس وورت لنا يعني الهاردوير من جوه عامل ازاي، قال لك ان هو محترم وفخم جدا. فالصراحه الموبايل يعتمد عليه بشكل كويس جدا جميل، والانيميشنز بتاعته ما بتقطعش. انا لغايه دلوقتي الانيميشن بتاعته ما قطعتش زي ما انا ما قلت لك، بس هو ممكن يلاج منك لو انت مثلا فتحته فجاه، اللي هو انت ايه بدل ما تقول له السلام عليكم دخلت عليه مره واحده كده ممكن يلاج منك ثانيه، لكن غير كده الصراحه الموبايل ممتاز. وبس كده. انتوا اكتبوا لي ايه رايكم في الموبايل، واللي معاه الموبايل يقول لي ايه المميزات اللي انا ممكن ما اكونش قلت عليها، يمكن برضه يفيدنا اكتر. وصلوا فيديوهات ثانيه كتير ان شاء الله. كان معاكم عمر هاني، وفي امان الله.